بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيث مثلا وقد درس 130 ودرسان قالوا ما يحيى ما يرضى ربي سبحانه ذي الحلقة ومي تزرى ماك اسميس اقرأ باسم ربك. عنوان حلقة اليوم رحلة الخلود. رحلة الخلود. قبل ما نبدأ في الموضوع لابد من تذكير. كنت اسمي كثير الحلقة العنوان ينسي سميس اقرأ باسم ربك في هذا المسجد المبارك، مسجد أبي يعلى الزواوي رحمه الله بالمدينة الجديدة بتيزي وزو الجزائر. اقرأ باسم ربك مزور ذا ولا مزور دين زنا في النبي عليه الصلاة والسلام ذوا الآيات الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فما مثلا هذه الإشارة اقرأ هكذا ربي سبحانه اقرأ باسم ربك، معنى القراية إلى قد تشود ربي سبحانه باش تنفع ما إلا تكسر القراية وحدث تفاصيل الإيمان بعد فربي السؤال التدور التهود. ولكن القراية ما تشد اسم ربي عزيزا أسنفع أي قراية أوين يغران تشرعيث شريعة التسيوض ذي سين ربي وذي حمل ربي وذي ضوء ربي إلى آخره. أوين يغران العلوم النظام، يغرى الاركيتكتور، يغرى الجيني سيفيل، يغرى لا جيولوجي طبقات الأرض، يغرى الأسترونومي، يغرى لا بيولوجي، لا ميديسين، يغرى أين يقفوا. المهم هذه يغرى القراية ينس أتسيوض صلاة ربي باش هذه يسين ربي صافي. القراية يتساوي فافيس باش هذه يسين ربي وما يسين ربي لا باس. سيمي يقار يتوالي ذي الدونيث أذي وحد ربي سبحانه. وين يغران في علم البحار يتعمق ذي البحور يتعمق ذا شريس يضرون أذي وحد ربي سبحانه عز وجل. الخير يقلان ذي البحور، أي الروج يقلان ذي البحور، السرار يقلان ذي البحور. وين يغران ذي الأسترونومي ذي علم الفلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بلا شك هذه يوضر تيزت ملك قاركان في هذا الكون الفسيح. ندايث مثلا كل العلوم وين قام دي لا ميديسين دي بنادم هذه واحد طبعا دي لا ميديسين شحال سبيسياليتي قلان كل يوم لاش التخصصينس سيمي قار ذي بنادم سيمي يتوحد وين ثيدي خلقا وهكذا. لذلك القرايه الذي لقات في ثلا وذ القرايه تساوي فافيس باش هذه السين ربي سبحانه. القرايه ينفعا العلم النافع. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام مما يتعوذ منه اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ويتعوذ من نفس لا تشبع ويتعوذ من دعاء لا يسمع أي لا يستجاب له. يعني أربعة كان يتعوذ منها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما يليون يقاروا يبضارا ثغال أرذين أمين السنامان يروح رفاذ دائما يفوذ صافي يسوامان إلى قد يروح فاذ. وكذلك هذا العلم الذي يشبع ويقنع. إذن الحلقة هذا مقصدها. كاين مقصد ثاني اللي هو نخدم ذاك شغل رحلة خفيفة، رحلة شفام العام الأول نهضرت في الكون، معرفة الكون. تذكرون اللي غنضر ربي سبحانه سمي بغا أغديني مرحبا يسول الله سلام نون في الدنيا ثاقي يهقايا غيد مشي أنا نعيش، يهقايا غيد الأكسجين الهواء، يهقايا غيد أمان الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، يهقايا غيد الغذاء تزرعوا وديمغي صافي ربي بريباري كلش. انما غادي يقار خذ الاسباب يعني
الإنسان يتخذ بالأسباب، وهكذا وهكذا. هيأ لنا مقومات الحياة من هواء وماء وغذاء وكساء وإيواء ودواء. ما تشفهم الآية النيد الذي سورة الأنبياء الآية 30: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. الرتق معنى الضم، يجنوان القاعدة كله معنى الأرض كانت تنتمي إلى المجموعة الشمسية الملتهبة. بعدين شو دينا؟ ففتقناهما أي فصلناهما. سمي قدر ربي أغدي يستقبل دي الدنيا ثاقي دي الكوناقي إذغا يفرق ير الأرض باقي فيها نسايشي أكد المجموعة الشمسية الملتهبة إلى ففتقناهما. من بعد في نهاية الآية 30 من سورة الأنبياء إند وجعلنا من الماء كل شيء حي. إنا يغيد هذا المقوم من مقومات الحياة وهو الماء زمان. من بعد نفذا الحو ديال الكون تقريبا السكواس كامل أكثر شهور ونحن نتحدث في موضوع الكون. نهضرد في السماء، نهضرد في الأرض، نهضرد أمور كثيرة جدا من خلال الآيات. من هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا الآن في سورة فصلت في الآية 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي الآية 7 من سورة الذاريات: والسماء ذات الحبك. وفي الآية رقم 20 من سورة الذاريات: وفي الأرض آية للموقنين. وفي الآية رقم 21 من سورة الذاريات: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الآية رقم 22 من سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي الآية رقم 49 من سورة الذاريات: ومن كل شيء خلقنا زوجين. وفي الآية رقم 36 من سورة ياسين: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وفي الآية رقم 50 من سورة الذاريات: ففروا إلى الله. هذه الآية عشنا معها في الشهور الأولى من محور الكون، دراسة الكون أو قراءة الكون، وهو كتاب الله المفتوح، كتاب الله المنشور. بعد إخواني الكرام نشم في الإنسان نبوذ أطباء أما كنت زرام الإنسان أطباء دي ميدسان ذاكي أضهدرا كل يوم سبيساليتي ناس نبوذ اللي نيفرولوج، نبوذ راديولوج، كارديو نبوذ ياكل أطباء أي غير الأطباء باش هذي هضرا سي دي سبيسياليست. باش شفا بالآية نخدم المقدمة قول الله عز وجل: ولا ينبئك مثل خبير. ربي يستخدم لو تيرم اكسبير الخبير. كل يوم ذي الدومين ذي الفونسي قال فيه خبير عقاري فونسي، ذي لي فينانس قال خبير فينانسي، قال واحد ذي لا ميديسين داغ لا مدينة الصحة تزمرت يون ذو عبوض، يون ذو قرو، يون ذو قوالن، يون ذو قوالاغ، يون إذن تخصصات صافي. الأطباء أد نجمع لك باش تغير الإنسان ويزمر يون طيبة غير وحدس إلا قدس نياك كل يوم ذي روح الضمن ينس وغدي يفك الأسرار قلنا داخل ذاني ما غدينا ربي سبحانه يمسنا ونتنفسيت البسيكولوج مدينا ربي سبحانه. الآية اللي ذكرناها الآن: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دي اسم بسيكولوج هذه غرض تنفسية بنادم. قول الله عز وجل أيضا شرحناها بالتفصيل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. المهم بعد نروح الاقتصاد ثامسة ليكونومي ونزمر نعيش في الدنيا ثم بلا ليكونومي إلى قديلين. والظلم أيضا أهل الاختصاص تكلموا في الموضوع. فكان غد الرؤية الإسلامية للاقتصاد أم شرايلي ليكونومي شرعيث ليروبير دي يخدم الشرع باش الاقتصاد أذي الحو أكني وثا أكني لها بلا مثل المضرة بلا ما إلا الربا. خاطر الربا فيرلسا وكانت مواضيع الربا طرحت هنا بعمق في هذه الحلقة، حلقة اقرأ باسم ربك. الربا مدمر للاقتصاد
صانع للأزمات، صانع للأزمات، لي كريز ايكونوميك كي يقدر ندير الدنيا توجور الربا سي ان فاكتور توجور الا لا لي فاكتور وياض من الربا دايما الا. وربي ناد في سورة البقرة الآية 275 وأحل الله البيع وحرم الربا، يكفى ووال صافي محرم. من بعد ترى أي سلم ناذيث أشي من غشغر يحرم ربي الربا. لماذا؟ وأحل الله البيع، البيوع بيع والشراء الله يعينك، أخذ من البيوع كان تبغض. ولكن في الآية نفسها الآية 275 سورة البقرة وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن موضوع الاقتصاد كان موضوع حاضر في حلقة اقرأ باسم ربك إلى آخرها. المذنبض أما كنت تحصل المحور الشرعي، المحور الشرعي آخر حلقات سنة عدان الحلقة رقم 129 فينا نهضرد عوامل المرونة الساعة، عوامل الساعة والمرونة في الشريعة الإسلامية. أيضا باش نسيوض يوث الرسالة سمقران تبلي الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. الشرع يصلح ذيم كل زمان ذيم كل مكان، ولكن ماشي ذوال كان إلا قدر ستموسني اقرأ باسم ربك بعد من قد يغر علوم الشريعة، ذي غير علوم القرآن، ذي غير علوم السنة وهي علوم كثيرة، ذي غير علم أصول الفقه الإسلامي، ذي غير الفقه وذي غير الفقه المقارن وذي غير كذا. يعني أتصل القراية ذي الشرعيث باش أذي يفهم هذه القاعدة ومثل قاعدة صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. ثورة الساقي طبعا السير ميلا باش دين حلقات طويلة نكمل إلى عدد كبير من الحلقات، ولكن لكل بداية نهاية. نتوقف بإذن الله مع الحلقة تاع اليوم، الحلقة رقم 130 وهي الحلقة الأخيرة في موضوع اقرأ باسم ربك. باش ذي لهنا الموسم القادم ما يكتب ربي سبحانه أنبذ محور جديد سأشير إليه إن شاء الله في نهاية الحلقة. طيب صافي الموضوع بوسا اسميس رحلة الخلود. خذ شو تبغى الدنيا ثاني غر الزال أوزوم عشر حجد اعتمر أخذ من الاقتصاد أخذ من الطيارات أخذ شو تبغى مي أنمث لكل بداية نهاية. صافي في النهاية سنموت، إذن لابد أن يكون الموت حاضرا، والموت في حد ذاته قراءة. يقول لك الموت هو الواعظ الصامت. الموت أدتك ثمسني سسمي أكن من لا مثل سيوني يموت من سسمه ولا شو غادي ينطقن الموثني وحده غادي يسم سلاي هذا غادي يقار أما كان يموت الفلاني أدي يسير واس أسمثنيا. ولكل أجل كتاب أكيد رب سبحانه عز وجل. وينادي القرآن الكريم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ويناد وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن رحلة الخلود عنوان اليوم. تبدأ هذه الرحلة من وقتاش؟ من الاحتضار من سكرات الموت. ولكن قبل ذلك لابد أن نفكر. كل يوم دينا غاسيني أنمث. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشو يقارئ في نفسيتيس الناس كلما سمعت الناس يقولون مات فلان مات فلان إلا وقلت لنفسي سيأتي يوم يقول الناس مات عمر مات عمر. الناس من مثل غير مدن قارن تمسلاين يموت الفلاني تموت الفلان تلقى الخضار تنساوي جرانا. عمر بن الخطاب الناس يقارا سيماني سديا سيونواس هذا سنين يموت عمر ويموت عمر فعلا اللي هو عمر الفاروق شهيد المحراب رضي الله عن الصحابة أجمعين. إذن غردني غاوي باش الإنسان يفكر دائما الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار. معناه يوثن تبورث
أغثفتك ثبورثاكي ياك أغثفتك ثبورثاكي نلموت، لأنها هي نهاية الحياة الأولى وبداية الحياة الآخرة. ولازم نفكر أيضا في أمر آخر، ما هو؟ أنه ليس هناك فناء. الموت ليس فناء للإنسان، مريم بنادم ماشي المعنى ذي الفناء، لا، يروح سكيوث توذرث أرثوذرث النظام سي ثوذرث أرثوذرث شغل الموت تيقنطرث يروح سيا يكشم ذهن. الموت تعريفها فراق الروح للجسد. المرض، ما معنى المرض؟ لا ديفينيسيون المرض العلاج هو فراق الصحة للجسد. معنى إلا يول ستزمرثيس مس تروح تزمرث يظن يهلك. الموت ذا شوت لا ديفينيسيون تعريف الموت فراق الروح للجسد. ذا الروح روح كومبلي أصروح. ولكن هل الموت فناء؟ الجواب لا. الموت ليس فناء للإنسان، الموت ليس فناء للكائنات، ولكن الموت انتقال من حياة إلى حياة. الموت انتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. الموت انتقال من الحياة الصغيرة المؤقتة إلى الحياة الأبدية، لا في إترنال، لا في كسقر الحياة أبدية. صافي. إذن إلا نستعد لهذه الرحلة اسمس رحلة الخلود. خلود معنى إترنالمون، معنى أنمث بعد أن نعيش أندن ذي الآخر، ولكن هي حياة مؤبدة لا موت بعدها. ذاكي أنسرجوك الموت ربي ونغدي خلقها دي قاسم ثم يعني القرآن الكريم سورة الملك الذي خلق الموت والحياة. إزور دي الموت مغرق أي غار باش بد ما تسير يرولنيس أتسير يرولنيس الموت الذي خلق الموت والحياة أي غار ليبلوكم أيكم أحسن عملا. معناه في الآية نفسها يفكير ضربي لا في دروت يفكير سيد ديقار شو كنت راجل ديقار الحياة كي ثم زواروث أتسو جربا أغي جرب ربي وكسويني كيفغا ماشي سويني نبغى خاطر ما كيكون قرا دائما ولا شو يسعى فيش دوفو ولا فيش دوفو كلي ولا شو يدير ربي يسعى الكوطا ينس دوني ثاي استان كوطا يصح يثيد. ولكن أدنيني العقيدة اللي نسعى عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر أدنيني مرحبا استكشي الربي. القرآن قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. القرآن الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالدنيا دار ابتلاء والآخرة دار الجزاء. الدنيا دار الابتلاء والآخرة دار الجزاء. إذا متى تبدأ رحلة الخلود؟ تبدأ من لحظات الاحتضار، من لحظات سكرات الموت. متى تأتي هذه السكرات؟ الله أعلم. ربي قال في سورة قاف الآية وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. شوفوا ذا مليح هذه الآية أتيد المكثي حتى عند سكرات الموت. سورة قاف الآية 19. شوفوا ثاس الآية 19 ميدو سايون دينا سكرات الموت هذه مكثي سورة قاف الآية 19 وجاءت سكرة الموت بالحق بمعنى الموت حق لا ينكره باطل ولا الشوا دينا غادي يسلك سلام الآية ولكل أجل كتاب. ولكن قبل أداس الموثاقي فيه سكرات الموت أداس نسي مزورة. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد.
ولاش ولا يسلكن ولاش ولا يرولن سي سكرات الموت. هنا تبدأ الرحلة. وطبعا مدى سكرات الموت لحظات الاحتضار ماشي دايرين سهلا. لو مال لا دولور سطر كل يودينا غاشو سطر في قرحان ما ماشي ثورة يظلي ما ماشي يظلي أزكى نزرارة ما إلا تقرحك تعبطيك أتصاب تعبطيك الزاك تعبطيك تعبط أتفضيو نرثامك تقرحي تغمس شاس تقار ضياع بوضيو انسى شي قارة تغمستيو وهذه قرحي الشقيقة سفاس العقل وهذا طفيت نرني ديسكال مسكين يسوفري في الحقيقة نسوفري ياك مي لا سوفرونساكي لا شيء بارابورا سكرات الموت زرا ما يغار خاطر لو مالاكي يقصد فوغمس يلوكاليزي يوث الحاجة نثعبط نغعروريك نغقرو مي الموت سكرات الموت تروح مباشرة سين غلاين الروح ماشي تعبط ماشي تغمس ماشي ذا قرو ماشي ذا ضار ماشي ذا فوس الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. خروج الروح من الجسد أمر صعب للغاية أغيث بث ربي عند سكرات الموت. لذلك ثبت في الصحاح النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نلقن الشهادة للمحتضر مثل ولم يون سكرات الموت لقنيت الشهادة ذكروا بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله زرا ما يغار أستخدم ضفوذ التفورتيفيا أستفكض شغل كونفيونس ثقة باللي شينا بنادم دقيقاكي وعرنت مليح ذا شارك يعيونن مرد مكتظ باللي تمثل دين سلم زي ها شحال قاعدين ندير مخيك لي زيماج بقى على خير الدنيا ولاش لا الدريه لا مولان لا حبيبا والو 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 ثورة اقلاك تسهقض ايمانيك تقابل ربي وحدك شكل العملين فقط انت وعملك. كل انسان لازم يفكر هذه اللحظات. لذلك سمينا عنوان اليوم رحله الخلود. هي رحله ذو السفر ولكن لا ليسون روتور ذهاب بلا رجوع ولكن انتقال من حياة أولى من حياة الدنيا إلى الحياة الآخرة الباقية. مرثي سمكتي ذاك أستفكر الثقة كيمانيس ما يا إما أدي الشهد توالي في كوال يونا كاش أدي الشهد في كوال وتشهد خاطر تجيو الحيفان اشتلاف ولكن أولي سيتشهد لو فات الشهد سمكتي وسقرارا قولها ما يقدرش صعب ترى جوعك تديني كشي اللي تيد تعاوذ سد كان تعاوذ سد باش هادي مكتي لكن دين ربي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. انا 20 سلم ان شاء الله نمث 20 سلم. اذن الايه اذن ثورة سوره قاف الايه رقم 19 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أم بعد خلاص تروح الروح قنا سلن بقى على خير السفغ الخضار أثن الفلاني أثفلس يعفو ربي. أم بعد دياس الشريعة سنسيو مرة أخرى الشريعة اللي في نشرحها كني مازال سيدنا غا ماشي كانت هذه العلاقات الاقتصاديه العلاقات الاجتماعيه العلاقات الدوليه لا ثلا ميم ثوره الشريعه ثلا تقرا الشريعه اقليدي يلا هاد المسلمين اروح تزيز ديهم مخلوقين يتسلسون حق من حقوق المسلم علينا على المسلمين ان نغسلهم اثن السرد اثن الزيز دي اذا قاس نشجع غلا خرث اثن نشجع الزدي ولي كان الدين نغمشي لها ويا الرزق كي تمتثل ونزميره راه غنفهم اي الروجين ساعه يوما ولا ويا قرنك بالضد تتبين الاشياء باش تزرد بحال دو فركان سرسيتنا كني مع بعض اتولى ديفيرونس كومباري
ذا ثروية ماشي كي تعيش يمكن الحمد لله أن نروح زديف أغسير ذنوة مثلنا نغسلوه من بعد نكفنوه أسنلس لبسة تشبحانت الكفن من بعد نصليو عليه أنزل في الناس يتسلسل صلاة الجنازة نسعى الصلوات كي نزل صلوات المفروضات الفجر الظهر العصر المغرب العشاء قريب رمضان شهر نرقص التراويح نسعى الرواتب نسعى النوافل خير ربي صلاة العيدين ايه شحال نسعى صلاة الاستسقاء صلاة كذا صلاة الكسوف صلاة الخسوف خير ربي ولكن ثلاثة صلاة الجنازة إذا كان يوني من وسائل مثلا أين سواظا ما تفضيون جامي الزول لا بروميير فوا راه يزال تويت زال راه الظل الفلاس يعني لا بروميير فوا راه يحضر الظليث ما راه الظل الفلاس توجور ابسون ولا شي ثياك جامي الزول ذي الصول دينس زيرو ركعه مشكله ولكن المكنه الفلاني يموت اثي داوين والظل فلاس صلاه اسميس صلاه الجنازه والله لي واعر بصراحه ليس هناك موقف صعب كيما هذا الموقف كي نروحوا نصليو على واحد جامي صلى خاطر كي نصليو على واحد يصلي نورمال الحمد لله من نصليو على واحد جامي صلى نسال الله ويرجع الركوع وبارك الله فيك يعني صلاه الجنازه صلاه لا ركوع لها كما يقول الشاعر صلاه لا ركوع لها وليس على الركوع ولا السجود صلاة الجنازة وهي فرض كفاية كما تعلمون إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين إذا جماعة الخير يتسلس الشريعة قرزلت في الناس هكا أنزل صلاة الجنازة وهي فرض كفاية ونعزي مولانيس خاطر الموت ثساد ثبوي سيت واشولتيس سيت فاميلتيس صافي يمكنني مسلمون إلى قنفد ذوك فاميلتيس أسنى عظم الله جار نقرأكني عظم الله أجرك وزرمي ثقفيري تقرأك ما درزو المصيبة ويصبر ويقضى إمولان وين الصبر وين يسعى الإيمان أديني قدر الله وما شاء فعل أكيد النبي صلى الله عليه وسلم نغديني إنا لله وإنا إليه راجعون أكري قبل الموت أما ذوينا يموت النادى شوية أمشي في قابل أما ذو قذوم يموت فناد مني الآية قوم السلام في سورة البقرة الآية 156 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إذن نعزي مولانيس زيد أن بعد ثناوين صاز كيس وإذا غتصل الأحاديث دين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه شريعة ترافقنا وترافق الميت أغدقر الشريعة إلى الميت مي الظلم في الناس أتنطلم إكرام الميت دفنه أثننطل إميث ننطل أسندعو إيه مقولوا لي كان خاطر يحوج الكوراجية ماشي سهلا النبي عليه الصلاة والسلام ينادي الحديث استغفروا لأخيكم ذيك مثوى يربطكم به رباط الأخوة في الله هو رباط دائم إنما المؤمنون إخوة استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل معنى غادي قال النبي صلى الله عليه وسلم الميثاق مثون سمحتاس ذعوث ربي أثي السمح وزيد ذعوث ربي أثي ثبث خاطر ثورة ديال ورس سين وثني السينارة يوني اسمون كوا ناكير ما يعرفهمش خاطر وين تسند نورمال تقابلوا سفلى القاعة غداو القاعة ايماجين تقابلوا السين وثنت السين ضرا يرنا غنداو في السير خاطر كان ذاك الدوليث دي نوفال فيل نورمال تقابلوا تولد ثماثني تصعد الكوراج وحدك يرنا الزكاة زرا ما امشي خدم يقارن السيد تمسلاي يقار يا ابن ادم
إناس أنا بيت الدود، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة. يعني غدي قارا يتمثل بلسان الحال لا بلسان المقال باللي ولاش تفضينا سوى العمل الصالح. ما إلا يولد المؤمن سيجعل ربي تسيف بحير من الجنة، روضة من رياض الجنان. وما إلا ذوايض غادي نجرب معناه المحنة غتفدو المحنة ثم قرانت إلا نعيم القبر إلا عذاب القبر. وقد ثبت ذلك في السنة المطهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. استغفروا لأخيكم وسألوه التثبيت فإنه الآن يسأل. ذكي نقرأ قوله تعالى في سورة إبراهيم آيتين 26-27: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر المنزل الأولى من منازل الآخرة مع رحلة الخلود. أزكى ذيوثنا المحطة سي المحطة تاين دلاخرت الرحلة ياكي الفواياج ياكي غزيفا اسميس رحلة الخلود. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نهاية الآية 27. إذن جماعة الخير ربي يستر. وبعدين نجاثين ثورا نولي غي مولان نتسيشم. طبعا اسمح لي في الحلقة الأخيرة وزمي أدفتا كان دي فلاش، يعني ما نقدروش نفصلوا مادام قلنا هذه الحلقة الأخيرة لازم نجتهدوا باش نلخص أهم الأفكار فقط باش نختموا هذا الموضوع إن شاء الله تعالى. ولكن ذاك الشريعة قرميم الحيين مازال تنفعهم. نسي يروح يبوظ أينك الزرع ذي الدونيث يفذا أثي تغليث، يفذا أثي تغليث. أما ذا الخير ما ذوايض ذا غير الصربي خي قرنا كاين يزرع بنادم ذا ذي الدنيا تيغلث ذي الآخر الآخر يفذا. مي ذا غنكوني نزمر أثننفع شواش أثننفع ثرقوا من الخير ثرقة ثم زواروث الدعاء دعوة الخير. ربي مديان القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربي عفويا عفويا غير كيس عفويا غير مزورة غير زورنا الإيمان. معناتها الدعاء يجي ماشي في كل مكان وفي كل زمان. ذاكي ثورة تدعو ذي الميتين ربي ذي قبل أتروح المقبرة زيارة المقابر. النبي عليه الصلاة والسلام يناد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، في رواية فإنها تذكركم الآخرة. ذي البداية خدم النهي النبي عليه الصلاة والسلام باش وصلنا يزكوان. ولكن المقابر ولكن ثورة يسمح الوقت يسمح يفكد الإذن أي غير خطر زيارة المقابر تذكرنا بالآخرة. أنظر باللي إنزداغ أنتم قبرت أديسيون واس أني لي يرسم أني لي أمليثني صافي ثورة ما سنتفك دعوة الخير إي مولانيش وقاد تزورض نغل حبابيك وكذلك يكوين الزداغ أنتم قبرت سنتفك الدعاء الجامع. والدعاء ينفع مقل كان إنسلمن أتسمي ينفعا ذي الدونيث سي الدونيث غلا خرث الساكن الحسنات. وكذا يخدم الصدقة تصدق في الروح وين تبغيضها ماشي كان المدينة ذي مولانيك ذي ذمنيك خاطي ذا مداكليك ذا رفيقك عادي ذا جاريك ذا شريكيك. المهم صدق إنما الأعمال بالنيات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام نو كان شقعس الحسنات السياقي غلا خرث وانت ذينا يتمتع أيغر خاطر السقال الفلاني مختيد الفلاني مختيد يفكي صدقة إما صدقة مطلقة نا الصدقة الجارية. الصدقة الجارية المعنى يستنا لو كونتور الحسنة يخدم في الناس يعني الحسنة دائما الحونت يقول مثلا نزور الجامعة خامر بي ماشي ما تفريض الجامعة كومبلي خاطي أداو شوط في راي شوط متبريك شوط بوزان شوط النرمل داخل الحيضني تسكيض ديكس ذايا يزمر 200 أذبنوا الجامعة ياك صدقة جارية
خاطر الجامعة قاعد قيمة كان مثلا يردونيس إلى يوم القيامة. الشركة ديال الحياض جيول الحياض تبني قيس المترا يكفي صدقة جارية. لو كونتور الحسنات يخدم وين الزمان هذه في الجامعة الله يبارك شي معمرت السفيطر المدرسة لا كلينيك اي مصلحه من مصالح المجتمع يغردني غاولاكي باش نفهمها راه الصدقه الجاريه معنى الجامعه التي معمرت خاطي اخدم اكوين ينفعن الامه ينفعن تخلقيت ينفعن الانسانيه ينفع بنادم يكون ان شاء الله تعتبر صدقه جاريه. تغاصد الفير تزيد تجرى وغيرها من الوان الصدقه الجاريه. اما الا مولى غير مزوال الجدود يخدمون ويقارن الحبوس الاوقاف هذه يخدم الوقف لله هذه لو قاعد يخدم الاوقاف منذ 14 قرن هذه يخدم فلسنا كلمه غير دونيس هي 14 من قرن الكونتور يخدم لانه قاعد يخدم الاوقاف منذ قرن ان سياكل ويخدم 30 سنه 40 سنه دفير لو كذا ثورة ما الذي يمنعنا ثورة نسعى كل لي بروجي نسمي لي بروجي دانفستيسمون مشاريع استثماريه ادخل في مشروع شركات ولكن الى خرث يغردني غاولك باش بد ما يحرش ولا يكتفي غير نوصل ليه وخلاص ايضا نخدم لي بروجي وياه صافي المخنغ الى قد نفكر شويه ولكن ما نقيمش نقيم الخلافات المشاكل وكي نهضر فيما سبق نبدد الطاقات ونضيع الاوقات ونقطع العلاقات ونمزق الجماعات كل شيء تمزق شحال الطاقه اللي زين رجي يغدي يفكر ربي يفكر ديال رجي العجب مي ويسخدم مثلا ويسخدم مثلا فساد الشريعه غد قرها ثوفريد فنو ورتهدو الزيزدي ورسلوغو هذا هو وكمل وبعدين ما الا عندها الغلطه ربي غفور رحيم وربنا ان الحسنات يذهبن السيئات والحمد لله السيئات لا يذهبن الحسنات رزمه هذه آية عجيبة ربنا إن الحسنات يذهبن السيئات معادلة وين يخدم الحسنة ذي يمحو السيئة ولكن السيئات لا يذهبن الحسنات ماشي وين يخدم الذنوب تروح الحسنات خاطئ الحسنات تقيم ثابتة وتسمحوا يرى المعصية ربي الحمد لله وإلا ستان بروبلام مشكل كبير لحسن حظنا نسعى الزهر أن السيئات لا يذهبن الحسنات وأكدوا على هذا المعنى لأنه مهم جدا نشوفوا إن الحسنات يذهبن السيئات هذه آية قرآنية بمفهوم المخالفة السيئات لا يذهبن الحسنات والحسنات ستظل باقيات وتنفع صاحبها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك يتمثل هذا إذن نبض ثورة أقلق مزاز القبر ومعنى الأحياء ينفعون الأموات ينفعونهم بالدعاء والدعاء مع ترصد الأوقات الشريفة خطر الدعاء أوقات الاستجابة لنت أوقات كيف أنت مثلا عند السجود ماري سجد بنادم بروفيتي شجع الدعوات النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد لذلك يجتهد في الدعاء في السجود وقت شريف عقب الصلوات منك فتظلف الدعاء ادعو لمن شئت اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك تعرفوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله إلى آخره وبعدين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بعد التسبيح وكذا وكذا وبعدين ادعو بما شئت إذن ينفع وقت شريف بين الأذان والإقامة ما يريد لك الشيخ لا بيريود النية الأذان وكذا الإقامة أما 5 دقائق أما 10 دقائق الدعاء مستجاب عند الفطر عند الصيام ولا عند الفطر كلها أوقات شريفة ما نظام مثل رمضان الفضيلة وقريب إن شاء الله هذا يرزوف لنا إن شاء الله ضيافكم الأحياء نسأل الله أن يبلغنا رمضان وبعدين عند الإفطار وعند السحر الوقت نسحر وقت السحر الدعاء مستجاب عند نزول المطر الغيث ما تغلي الهواء
عند السفر، لا إذا مسافر، عند المرض ما يهلك بنادم. شحال الأوقات الشريفة. وبعدين أماكن أخرى مثلا في باب الملتزم ديال الكعبة المشرفة، في عرفات، حج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. خير ربي سي دي بروجي. ذا شو الإنسان ولا قال ديالي غافل زرا مش غادينا ربي في سورة الأعراف إن ولا تكن من الغافلين. وتسيدي على سي الغافلين خاطر ما يولي ساعدين بيني وبينكم لي زوكازيون سي كوا سيري في الزماجر غاشين ثراتي لوكازيون 5 لي زوكازيون ثراتي. ذا جوار لو كان يتيري بينالتي ما إلا غيتيري الفيد زعفن فلاس تروح مسكين. كاين شحال لي بينالتي غير روحان لي زوكازيون ساعدين فرص كثيرة جدا. باجتهادنا نقلص شفاو على هذا المعنى من الفرص الضائعة. لانت الفرص الضائعة بالك هكا يول ما يحرش غادي يسقر شوية سيميت سيمغور يحرش شوية هاك لما قريب سيمغور وكذا ما يحرش غادي توكل لك كان دي شويط اصروح ديك لي زوكازيون. لذلك كاين الدنيا نسى شي ديك سميت نسن نروح تقريبا هذه هي. حتى في ديوني تيسين الدنيا شويه شويه لما يفقس بيان اشري ثورة اقلي بري بعدين ادفذ بعد السيناريو كتاب الدبور الهلاكات وكذا ربي يسترنا جميعا. سيدي ما كنصير لو كان مازال لي كاش 40 سنه سي ان بليزير من الله غالف. هذه الحياه نتعلم منها الكثير ولكن حينما نعرف اسرارها او معظم اسرارها او بعض اسرارها نودعها في الناس اللي بقى على خير. علاش اكدت على هذا المعنى؟ باش نرجع الى سوره الاعراف عند دينا رب سبحانه ولا تكن من الغافلين. وقالت مسليغي وقالت المؤمنين المصلين الزومان العشرين يونا مسكين يقيح يري بيت الشيطان كاو سيقرك شي دقشيش عليك شيني شو كيخص وليك الزديه مامان تخصك سوى الصليت اكل رمضان اكل العاشور اكل الحج ذايا الباقي ارايس توفا بيان. ومسكين يعيش بهذا الاعتقاد. وعلى بالك لحظات السكرات يدينا ربي وجاءت سكرة الموت بالحق سورة الآية 19 ما شاء الله. بس قد تفهمك 10 على 10 ياكم 10 على 10 10 sur 10 الله يبارك. إذن جماعة الخير أكيد دينا ربي ولا تكن من الغافلين ثاقي سورة الأعراف الآية 205 205 ولا تكن من الغافلين. من بعد إلا إشكال كبير الآن اللي هو يوم القيامة. متى يكون يوم القيامة؟ يوم القيامة على بالكم هذا سنت أشراط الساعة الصغرى التصل ولا سيسد. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات قيام الساعة والهرج والمرج وكل هذه الأمور والتطاول في البنيان وتلد الأمة ربتها. يعني طبعا غاوند ماشي لازم هذا نفصل لك أشراط الساعة الصغرى لانت في مشطاح العلامات والعلامات الكبرى ميفذان تدسم تسيرني. لذلك قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم وما قدر الله حق قدره. ثقي عجيبة يا جماعة الخير. ماشي كل غاشي سنن القيمة ربي سكنا القدر ثلاقا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وين جاية هذه الآية؟ سورة بالصوت سورة الزمر الآية 67 حسن الصفحة اليسرى تدفض مثل الماس. إذن وما قدر الله حق قدره
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كي يوم القيامة كي من مدياس أنا ما دوسنت علامات الصغرى كامل، من بعد دسنت علامة الساعة، علامة قيام الساعة الكبرى، ودسنت تسيرني تذفيرتا، من بعد بقى على خير الدنيا. خاطر كيما ما كاين تمثال نمث لكل بداية نهاية. ميم هذا الكون، هذه الدنيا لها بداية لا يعلمها إلا الله، وقد ذكرنا ذلك في الحلقة الأولى من هذه الحلقة المباركة، اقرأ باسم ربك، ولا يعلم نهايتها إلا الله. ميم تسعى على الدات من الميدلول الدنيث من المذفوق، أم نكوني نسعى لي الدات من الميدلول نزرى من المار نمث ونزرارة لما نمث راه زرا، خاطر نكوني نروح. لذلك يا جماعة الخير ميم الدنيا كامل هذا الكون له نهاية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الا الله، النبي عليه الصلاه والسلام يدي يسايون الناس يا رسول الله متى الساعه؟ من مثل غير الدنيا من الناس وماذا اعددت لها؟ شو استهقى؟ وتزودوا فان خير الزاد التقوى. شو استهقى؟ بمعنى الساعه داس سير ملمي الله ربي زران خير بلاد ماذا سيهكي المخيس اثير باش غادي يخدم ما كان مشاريع وغادي يخدم ولا غادي تخمم حقا من المثل ديال الدنيا. يا اخي انا غندير بس التعليق على الحادثه اللي كان سينا النبي صلى الله عليه وسلم اتسنير الدنيا 2017 1438 جامي يقتنع وينا سيني ملمي كان ملمي اش اقول ايماني يسقول اسيني ذي شعبان اقول ديالنا شعبان 1438 2017 معناتها ماي 20 ماي 20 ماي. من بعد هل ترى يقبل اسيني يا رسول الله ملمي صباحنا ثمديث اسيني في 9 قيال 5 بيض. من بعد اسيني يا رسول الله ثمديث اسيني ثمديث سيني شو الساعه شو الدقيقه شو، ولكن خاطئ يولهيث سيدتي نفعل إن يسوى ماذا أعددت لها ذا شو استهقى داعوين. لذلك رب سبحانه في سورة الكهف الآية 110 فمن كان يرجو لقاء ربه أو رجل مقابل ربي اش يخدم فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وتزودوا في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لذلك يا جماعة الخير صفي يوم القيامة نعود مرة أخرى إلى سورة الزمر. يمدينا رب سبحانه عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحان الله أسوضا كي جنوانا كامل التي رفعها الله بلا عمد يطويها كما يطوى الكتاب زرمت لي باج صفحات الكتاب طبعا هذا ولله المثل الأعلى. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثقي سورة الزمر الآية 67. ولكن بعد ذلك أدسنت وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ذكي سؤال مهم متى يوم القيامة لا ندري. لماذا يسمى بيوم القيامة يوم القيامة؟ لطول القيام طول الانتظار وقد يموت 10 لسياكل 10 قرون أتراجونا نكوني ثورة نزراو ثنيرا الدنيا لقا نخمم في الله سنة 10 القرون ما زالت نجير الدنيا أنا عامير 14 القرن ما زالت نجير الدنيا تراجون ثندهين كل يوم نمشي قلا يوني هنا ويتغبن ميم نكوني مرا نمث بالك بعد 200 سنة يولد يهضر الآية تجي يوم السلام خاطر القرآن يا ربي الحمد لله القرآن محفوظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ القرآن الوحي الأول يقتضي حفظ الوحي الثاني حفظ السنة. وإنا أدي يهضر فلان أسيني وقاذي يموت 200 سنة 2017 غادي يحكوا في كنزي ذنوك اللي يقصد وكذا القرنين
خاطر ثلاثي كوان يولي يتفقس القضيه سي نورمال، ما كوني خاطينا الوياض كان نو ثاني غير في مسالت. والامر ليس هين، الامر صعب. سمي بيوم القيامه لطول القيام، طول الانتظار. لذلك يا جماعه الخير مسافه بعيده جدا. ولا هذا امر. الامر الثاني اي غادي يزوار ربي سبحانه منهج قراني، غادي يزوير في مصير اهل جهنم قبل مصير اهل الجنه. لماذا؟ يكذي القران مي غادي يحكى، غادي يحكوا ثم شاهوت من الكفار من العصاة اشو تراجون ابري غادي يحكوا ثم شاهوت المؤمنين غير جعل ربي السيس تلقي فيها حكمه ظلم الحكمه. اهل الايمان اقلق ديال الاخرث المنوله ماشي ذوك اللي مزوار ميكش من الجنه خاطي انولي قبل اصحاب جهنم مني ميكش من جهنم سيدي. يا ربي استر لو كان ربو غير السراره صافاني لي سويق هذاكي ام بعد ميكش من جهنم اديس دور المؤمنين اسينيكش مثل الجنه صافي الفرحه السعاده ني اسين مقرط اكثر نغلا خاطر نزرى باللي المصيرني نسلك سمحتي ثيكوال غير نجي ربي نجي المؤمنين اتصف كان يولي خمل لاكسيدا ادع دي سطومبيات كاريض تواليض تحمد ربي نغلا دارسين الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. اسير الحمد لله ماشي ذي انت قلان ديال الفوسي ماشي كتسكسن تورا سو شاليمو صافي تحمد ربي الشيله سوا الطومبيل كتسكاس دي مريض مستسو يرا خاطر نستسو في كوال ذينا جوست ابري 30 سكوند نتسو يلا لا فيتاس يلا تدور مشكله ثاقي كانت جات السيد الحمد لله ماشي ذلك وذي نجرب جميع الناس ولكن جهنم خاطر ثاقي زمرا يروح للسبيطار ثاقي السبيطار ذي يحلو غادي يغال في ظهرنيسو وين جهنم ذاين وسورتو نزرا لان الدرس اليوم اسمه رحله الخلود معنى الله في اترنال الحياه ابديه. لذلك اقتضت حكمه الله ان يذكر مصير اهل جهنم قبل مصير اهل الجنه. نعطيكم ادله من القران مثلا سوره قاف الايه 30 سوره قاف الايه 30 يا اخي السلام الايه 19 وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد روح المثل بضض الايه رقم 30 اشو دينا ربي سبحانه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يا لطيف مع انتهى ربي سبحانه هذه مسألة يأكل جهنم استقر هل من مزيد وقودها الناس والحجارة كما جاء في آية أخرى. يتصور أنت وأنتم ونحن نحضر هذا الموقف شمل جهنم وجهنم استقر هل من مزيد مباشرة الآية التي بعدها الآية رقم 31 وأزلفت الجنة كمل للمتقين خير بعيد بعد ادخلوها بسلام الله يبارك ادخلوها بسلام. ثقي الآية 31 من سورة قاف لا ميم ميثود نفس المنهج ينفذ يا نروح عند النظام لو كان الوقت كون دابا كل القرآن إلا ندير كل القرآن سبحان رب العالمين هاد سن سيدي السيناريو تاع الدين ديماجينيض دي شو غتراجعون من نعيم الجنة ذا شو غتراجعون تخلقيت من أهوال جهنم والعياذ بالله. نفس المنهج نجده في سورة الزمر نادي الآية 67 سلامس وما قدر الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. روح المثل الآية 71 الآية 71 أشو دينا ربي سبحانه وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إزوارت ذي مصير أصحاب جهنم
قبل يهضر في مصير أهل الجنة. وسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمر حتى إذا جاءوها. زمرة يعني أنقروا، أخاطر ذي الدنيث تسمعون الكفار، تسمعون المشركين، أبا ميم جهنم ذي الشملة كني أونسومبل كيف لي جروبا كنا كشمل. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، ورش فتحت أبوابها حفص، وقال لهم خزنتها يا سيدي يوسن تزما يا لطيف ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. آية 71 آية 72 قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين، ريحة الخلود، خالدين فيها. وبعدين قال فبئس مثوى المتكبرين. يا لطيف لطيف. هذا المصير أهل جهنم. وبعدين أهل الجنة أتنطفيون الخوف اشتلاف هلع صافي نكون نسلك يا ربي الحمد لله من نسلك. مباشرة أدس الآية 73 من سورة الزمر والآية 74 من سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ميم أهل الجنة ونكش مريوني ونكش موكيكم ثورا نقيم داكي نتمواليا أنا ميشفوا على فكرة أنا مي أغديوغال كلش الروح ديوغال كلش ديوغال غاية كاع أنا مي عقال بيان أمشي تقيم معاك كاكي أمشي نقيم كل يوم حتى شي كاميرا زعما طفله فوطو ياكي بعد 50 سنه تيجبد ستاني توريما يخدم الماتريال وما ادراك برب العزه ولله المثل الاعلى. ديوغال كل شيء ديوغال كما هو وكما عشناه، وهذه الجلسه سنراها يوم القيامه حتما. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، خاطر زمرا تسمعوها يصلي التراويح حتى رمضان تايا لو كان ماشي جماعه الزميره نزل صلاه التراويح وكزما اللي زال التراويح يوميا لا نبالك قليل ديوان زال شاك جور شاك نوي خاطر ماشي اللي سهلا مما نسموها للجمع تشور الله يبارك وذر الاولى ولا تشارد الايمان ولا غلا تشارد تم سنين ونسعو ثقمات هذير ذنولا والى اخره اسولي من الخير غير سراجو. لذلك كل يوم دهين غما يعيا هذه ولينا ثماثنيس الدياوي القوه دي فورتيفي قوه. لذلك يوم القيامة نشم الجنة جماعات. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها مبضا باش يشمل الجنة ولاش تزما حتى إذا جاءوها دقيلة الواو ذهن ولاش الواو كي شحال القيمة ينس يجي قرص ذاكين ولاش الواو فتحت أبوابها أصحاب الكفر ولكن ديني وفتحت الواو وفتحت أبوابها ورش وفتحت أبوابها حفص معنى قرنس واو الحال أتوضى الجنة ترتبط الليل ماشي ندخل مضاكا الباص في الليل معنى وأبواب الجنة مفتوحة. وسيق الذين اتقوا ربهم الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها خزنة الجنة ماشي تزما شو تخدموا الدنيا خاطي حين سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين حين مرحبا يسون لا سلام نون سلام ربي فلاون كيش مثل الجنة يرنا خالدين خاطر الصحة كيلحب حول خالدين هاكي لو كان غدينين اتشم الجنة 20 سنة اتوغل مردوني ثان ديغوتي زينا ديغوتي زرامي غير مشان ديغوتي عاد غير ذاك الريبولوت نكوني نسلك بالسيف ونرنود نعاود الامتحان لي زيكزاما ياكي الراتراباج ياكي وداري وعر مليح. لذلك قال لك خالدين معنى ايترنيلمون ما تخافوش وتسوغ المرار الدنيا. وقد قلت لكم سادتي أن الموت ليس فناء للإنسان ولكن الموت هو انتقال من حياة إلى حياة من حياة مؤقتة إلى حياة مؤبدة من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة الدائمة.
والدنيا دار ممر والآخرة دار مقر. إذن خالدين، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وبعدين تجي الآية 73 من سورة الزمر. الآية 74 اش دين وقالوا الحمد لله. الرحلة تخدم فواياج نشتي لتي الدنيا ما تخدم 100 كيلومتر ما نجمع السخان. الحمد لله يا اخي كنقار يا الرحلة يا الفواياج يا واعر مليح. تصور اتشمض الجنة وتصلد الزبانية كاينين اتشمض الجنة الترنالمون يعني خلود ولاش العودة للدنيا وبلاش تحمد ربي يعني ربي. وهذا في القرآن الكريم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. معنى ربي في كاد الوعد إنك ما تخدم ما تشمل الجنة يقينا. وعد الله حق وربنا إن الله لا يخلف الميعاد. إزمرك يوعد يونك يتسو نقول إزمير اللي يخمل وعدني ولكن ربي ما يوعدك وتسود. النبي صلى الله عليه وسلم ما يوعدنا ونتسود. الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. حيث نشاء ولاش دي لسان ذي الدنيا سوفري لنا زيكسبير 3 سيام ماشي سيا 50 سنتيم كونتر اكسبيرتيز زرامي ذا سوفري. إذن فهمت واش معنات الخير. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وبعدين ربنا فنعم أجر العاملين. غادي قرت خدمم العتاب نولي تغلثم وقي فضل من الله خاطر ونزميرا راه غنكشم الجنة الخدمنا لا صلي ثمنا ولا رمضان ولا 16 ولكن فقط الفضل ربي سبحانه كما ورد في الصحيح للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وبعدين ذا شيء يظهر مباشرة الدس الآية رقم 75 وهي آخر آية في سورة الزمر. وترى الملائكة حافين. فينا سورة الملائكة عالم آخر خلاص داين يعد الحساب يعد كذا خاطر يقطص انت مسالي تجير الصراط والحساب. ربي سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الميزان ربي سبحانه القسط عدل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة إلى آخر الآيات. وبعدين ربي سبحانه يناد في سورة البقرة قبل هذا والغى الآية 75 من سورة الزمر. ربي يناد في آخر ما أنزل آخر آية أنزلت قوله تعالى في سورة البقرة الآية 281 واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الآية الأخيرة من سورة الزمر الآية 75 ربنا وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. أكر دينين مولى الجنة رجع ربي السيسن. ولكن مع نهاية هذه الحلقة 130 في هذا المحور الكبير اقرأ باسم ربك نقول الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.